إيه هي التعليمات بعد إجراء عملية تجميل الأنف؟ بعد العملية طبيعي بيكون في زي دعامة أنف خارجية وفي دعامة أنف داخلية. الدعامة دي بتفضل تقريبا من 5 أيام أو أسبوع. في خلال الوقت ده ممكن يحصل تورمات أو زرقان تحت العين، ممكن يكون في كتمة في الأنف. بعد أسبوع بنبدأ إن إحنا نشيل الدعامة، سواء الدعامة الخارجية أو الدعامة الداخلية. في خلال أول كام يوم أو أول كام أسبوع بنفضل إن إحنا ننام في زاوية 45 درجة عشان نقلل من التورمات بعد العملية. حضرتك تقدر تاكل، تشرب، تمارس حياتك بشكل طبيعي جدا من اول يوم بعد اجراء العمليه. بنفضل ان احنا ناخد شاور من اول الرقبه لحد الجسم تحت، انما الجزء الراس بنفضل ان احنا نستخدم مناديل مبلله او وايبس. بالنسبه للتمارين الرياضيه دايما بنحب ان احنا نبعد عنه تماما من 3 اسابيع او 4 اسابيع بعد العمليه. ممنوع التدخين نهائيا قبل العمليه باسبوع او اسبوعين، وبعد العمليه على الاقل شهر. بناخد علاجات بسيطه زي المضاد الحيوي، مضاد الالتهابات، مضاد المسكنات، زائد نقط وبخاخ للانف. يكون في فتح خارجي بسيط هنا نبدا نستخدم له مراهم، وخصوصا لو عملنا عمليه في فتحات الانف بنديك قطعه سيليكون او بلاستيك بنركبها عشان تحافظ على شكل الانف وفتحات الانف تكون متناسقه بعد العمليه. دي تقريبا بنلبسها شهر كامل 24 ساعه بعد العمليه، وبنلبسها لمده 3 شهور تانيين اثناء النوم. بنبعد تماما عن اي خبطه في الانف، ودايما ان شاء الله طول ما احنا بنتبع هذه التعليمات نوصل لاحسن نتيجه باقل فتره تعافي.